النهاردة يوم التلات ودوت يوم الكيكات. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة برتقال تحفة جدا، طرية جدا، هشة جدا واقتصادية. في بولة عندي هجيب 3 كوبايات دقيق، هحط عليهم نص باكو بيكنج باودر، وبعد كده في بولة تانية هحط كوباية وربع سكر معاهم بيضتين. البيض انا بحب اكسره بره بيضة بيضة عشان خاطر اتاكد انه سليم. وطالما حطيت بيض يبقى احط معاه فانيليا، بس هنا حطيت معلقة صغيرة خل عشان خاطر بتدي هشاشة للكيكة. وحطيت طبعا الفانيليا وضربتهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعه بقى لونهم ابيض كده، عطاني فوم ابيض. بعد كده حطيت كوبايه زيت وبشر برتقال. لو ما حطيتش بشر برتقال مش هيديني كيكه بطعم البرتقال، هيديني كيكه عاديه اللي هي بالفانيليا. وحطيت كوبايه برتقال، وزي ما قلت لكم تاني لازم نحط بشر برتقال عشان يديني طعم كيكه البرتقال. وبعد كده نزلت بالدقيق وضربتهم كويس، بس ما بلغش في الضرب عشان خاطر الكيكه عندي ما تهبطش. وهحضر بقى الصينية اللي انا هدخلها الفرن تكون متبطنة بدقيق، يعني اعمل رشة زيت كده اهو بالفرشة، وبعد كده ابطنها بالدقيق، او ممكن تحط ورقة زبدة. بتقعد في الفرن من 35 دقيقة ل40 دقيقة. وبعد كده بعملها بخدة في النص عشان خاطر اتأكد ان هي استوت. بس كده، عجبتكم الوصفة ولا ايه؟ قولولي بتعملوها ازاي وعايزين وصفات تانية ايه. اشوفكم في وصفة جديدة، سلام.